السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وما يخصكم حتى خير. امبارح خرجت سريعه مع واحد الموسيقى دراميه، أه تدير واحد الاعتذار. يعني ما كانش اعتذار، كان استفزاز واهانه للسيد المحامي الموقر. أه كتقول خرجت من بعد مناقشات، خرجت بهذا الفيديو من بعد مناقشات ماراثونية. هي دابا راه في الماراثون، ماراثونية مع العائلة. هي اللي ما كانتش باغا تعتذر، حتى تناقشت مع العائلة على قبل العائلة والزوج الماسون ديالها. كدوي تقول لك الدوال ما الدوال، الحرب ما الحرب. اش قربك للدول الدبلوماسيه والحرب؟ والحرب راك غير كتغرقي راسك، والله العظيم لا كتغرقي راسك. اش قربك لشي دبلوماسيه وشي حرب وشي اش غنقول لك؟ لا اله الا الله. انت بديتي دابا كتستفزي في هاد الاستاذ في المره الثانيه. السي داودي راه غيدير الشكايات ديالو، وغني عليك على ديك الاعتذارات ديالك، ما عنده ما يدير بها. يكمل في الشكايه وتتقول وهذا هو اللي غيكون، وباقي هالزنيفه قالت لك هادشي هو اللي غادي يكون. يعني انا ما خرجتش اعتذرت، حتى كانت واحد شنو نقول لكم، واحد مناقشات مع العائله ماراثونيه، يعني كان واحد الحرب بيناتهم. عاد خرجات كتعتذر، ولكن ماشي كان اعتذار، هذاك كان استفزاز واهانه لهاد المحامي اللي هانته في الكرامه ديالو، وهو اللي قاري عليها ومتخلق عليها. لان هاد السيده راه ما متخلقاش وما مربياش، وفعلا خاصها تربى. تتقول قالت لكم عندكم تشوفوا هذا تدليل من قيمتي. انت راكي مدلوله، ماشي غير تدليل، راكي مدلوله. تتقول انا كيفاش نحيد هاد الحرب، راني خاسره فيها. فهمتي؟ ولات حرب هاد الشيء. راه في العواد ما تعتذر الاستاذ كتحاربوا، وتتقول لك انا هاد الحرب راني خاسره فيها، باش ما يتاداش فيها الراجل ديالها. فقط تتقول فقط، قالتها جوج خطرات. وتتقول وانا اقدم اعتذاري حفاظا، ماشي اعتذاري الله عافاك ولا شي حاجه، لا، وانا اقدم اعتذاري حفاظا على مصالح الزوج ديالي. كيفاش غنتوصف بالزوجه الصالحه؟ انت صالحه دابا، كنتي صالحه كاع ما تزيدي بنتك هذيك الصغيره كتاجري بيها، مزيده بنات سعاد كتاجري فيهم. وانا اللي كنت سباب، غير ما يضرش ما يضرش قالت غير ما يضرش يكفيه السجن. يعني راه باغا ليه السجن، هاد السيده هادي راه باغا ليه السجن. والمشكله كبيره خواتاتي، ردت اللوم عليه. قالت بانه هو راه بكريشه هو اللي عيط النهار اللي مشات عنده السجن. قال لها انا ما بقيتش، بغيت هذاك المحامي يترافع عليا. ومع العلم احنا وريتكم في الفيديو السابق، قال بان بكريشه متشبت بهذا المحامي بزاف، وباغي هو اللي ترافع عليه. ها هو دابا المشكله شنو كدير هي؟ كدير المصيبه وكتلصقها في بكريشه، بحال اللي دارت في داك الشيء ديال القضاء، نهار اللي ضرب في القضاء راه هي السبب. تقول كانت مسورته عليه، لا ما كانتش مسورته عليه، راه كانت كتدخل وكتخرج وكيقول لها اجي جلسي حدايا، كتقولي لا غسير، غكمل ايوا كمل.
لان بكريشه راه هو اللي بغى هذا المحامي، وهو اللي قال ليه ترافع عليا في استئناف، وفي ترافع عليا في هذا، في جميع القضايا ديالو، وبغى يترافع عليه. يعني حتى زين المحارم يكون مع الاستاذ القيسي، لكن السي داودي ما احتراما هو راه كيكونوا جوج محاميين، ولكن ما عنده غرض في هذه القضيه ديال زين المحارم. كما قلت لكم راه تقدر يكون براء، يكون ماشي هوايه، يقدر يكون هوايه، المهم على حسب. ايوا شتو هاد خيتي هادي، شتو هاد المصيبه هادي في العواد. ما تعتذر للمحامي، كتقول ليك هي كتعتذر، كتقدم اعتذار ديالها حفاظا على مصالح الزوج والعائله. صافي، سمعتي يا اخو السي وما كتقول، ما قالت سميتو في الاول، حتى التاريخ اللي قالت خالد الداودي. خوتي خواتاتي، هذا هو الفيديو اللي درنا اليوم. الله يسترنا يا ربي. واش غنقول لكم، هذه راه كتقلب على الحبس وغاديه ليه. ما تبخلوش علينا خوتي باللايكات والبارطاج، الى اللقاء ان شاء الله في فيديو اخر.